بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخوات حبايبي، يسعد صباحكم يا رب، صباح الفل، صباح السعادة عليكم. صباحكم معطر ان شاء الله بذكر ربنا سبحانه وتعالى. زي ما انتم شايفين بدأت كده، دخلت على المواعين. ده روتين يوم حقيقي كده، يعني عايزه نقول لكم حاجه بسيطه كده، يعني ده يوم الحقيقي بس حاجه بسيطه منه. نتمنى يا رب روتين النهارده يعجبكم. عايزه لايكاتكم وكومنتاتكم عشان عيلتنا تكبر كمان وكمان. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. دخلت بقى على المواعين. بصوا، هو حبة المواعين اللي بتغسلهم دول بيدوكوا طاقة إيجابية، وفي نفس الوقت بتبقى الدنيا رايقة حواليك. يعني بدأت بالمواعين، يعني هتلاقي كده الدنيا تبقى، بصي، مفيش ولا كوباية ولا في طبق ولا في معلقة. هتلاقي المطبخ هيبقى نضيف معاك، مش هيبقى زيتة وزنبلتة، لا، هتلاقي كده يبقى ايه، بيلمع من نظافة. فاول ما تصحى الصبح بدري، بصي، عايزه نقول لك من نجمه ربنا دي هتلاقي الدنيا هتبقى متيسره معاك في كل شيء. هتلاقي يعني الصحيان بدري، لو الساعه 7 الساعه 6 بعد ما تصلي الفجر، هتلاقي كده اليوم اللهم بارك يا رب. بصي، يوم كده كله طاقه ايجابيه. هتخلصي اللي وراكي، هتنامي لك شويه وقت الظهريه، هتقومي تعملي مثلا غداكي، هتقومي تعملي عشاكي. فكل ده بتفرق معاكي حتى في نفسيتك. ايوه، في نفسيتك فعلا بتفرق معاكي. خدت بقى القوت. بصوا، ده عايزه نقول لكم حاجه بسيطه جدا من اليوم بتاعي. زي ما انتم شايفين، خدت كده ايه، كلور ابيض، خدت معاه اريال. ده كله عشان بس تلميع، يعني هو الشقه على طول منضفاه، بس كأن بنلمع، يعني اللي هو مسح كده، حاجات خفافه. تمام. وبنيجي بقى نفتح الشبابيك، تلاقي كده الطاقه الايجابيه دخلت، تلاقي كده اللهم بارك يا رب مع القران الكريم. بص، عايزه نقولك كميه الراحه النفسيه في بيتك حقيقي، من غير بقى ان انت تبقي مثلا صاحيه الظهريه، صاحيه الساعه 11، صاحيه الساعه 2. ده ابو الكسل كله، صحيان مؤخر ده الكسل كله فعلا. لكن لما تقومي الصبح بنشيطه، تعملي فطار حلو كده لعيالك، تعملي مثلا كده غدوه حلوه لعيالك، هتلاقيها بتفرق معاكي في نفسيتك انت. بتخلصي بقى تغسلي وشك مثلا بغسول كده، تقعدي حاجة بتحبيها، كوباية شاي. بعد ما بتخلصي شغل البيت كده، عدي لنفسك 10 دقايق 5 دقايق كده تعملي فيهم حاجة، هتلاقي النفسية مرتاحة ان شاء الله. بصي، حتى نزلت تجيبي حاجة من تحت، بس خليلك كل يوم ورد كده ليكي، حاجة بينك وبين ربنا. وكل يوم انت مثلا مش نازلة النهاردة، انا نازلة بكرة، نازلة بعده. كل يوم طلعي جنيه اعمليه صدقه. ايه، جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه، اعملي لك درج كده، ده فلوس الصدقه النهارده، عشان ده بيحل على البيت بحاجات جميله. اللهم بارك يا رب. فما تنسيش نفسك من الحاجات دي. هتلاقي نفسك كده نفسيا مرتاحه، البيت ريحه حلو كده، عيال كده نفسيا يعني نفسيا مرتاحه، نفسيا مطمئنه كده. فده كلها بتفرق. ده كده الساعه كام؟ حوالي كنت داخله على الساعه 8:30 9. اللهم بارك يا رب على، بصي، جو انتعاش، جو جميل كده. بصي، بتلاقي حاجات حلوه في حياتك، نفسيا زي ما قلتلك بتبقى مرتاح. خلصت بقى هنا نشغل المروحه، ونيجي طالعه بقى في الصاله. والله عايزه نقول لكم كميه الطاقه الايجابيه بعينها. لكن هتصحى الظهريه الكسل كله. فانت خليكي نشيطه كده، اعملي حاجه بتحبيها وانت برضو بتنظفي بتسيجي. بس الافضل لو قران، لان القران كله رحمه وكله خير. وطول ما انت بتشتغلي خلي لسانك بذكر ربنا. اللهم يا رب اجعل الصعب سهل في ايدي. اللهم يا رب اديني الصحه والعافيه على جوزي، على عيالي، على اهل بيتي. اللهم يا رب اصلح من حال عيالي، اجعلهم ذريه صالحه فالحه يا رب يا كريم، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب. ادعي، ادعي كده وخلي نفسيتك كده حلوه. ما تزعليش من حاجه، مهما تكون ضغوطات عليك ومهما تكون ابتلاءات عليك، قولي يا رب. بصي، كلنا في حياتنا حاجات سلبية كتير، بس بدليها انت بالإيجابية. اللي يقول عليكي سيبيه يقول، اللي يجي عليكي سيبيه يقول، اللي يجي عليكي سيبيه يجي عليك. في رب الكريم هو اللي هياخد حقك. ما تعكريش مزاجك ونفسيتك، عشان ده بيطلع على بيتك وعلى عيالك. طلعي عليهم الطاقة الإيجابية، ما يستاهلوش منك الطاقة السلبية. الطاقة السلبية دي ارميها من ورا بيتك، عشان تطلعي ذرية صالحة فالحة، تطلعي ذكريات حلوة. فربنا يسعدكم في بيوتكم ويهنيكم يا رب، اللهم امين. دخلت بقى خدت الرفين الحلوين دولت، ننضفهم ونحط عليهم ورد كده، بيدينا برضو طاقة ايجابية. ايه الطاقة الايجابية وايه الطاقة السلبية؟ مروه انت بتقول عليها. بص، كمية الورد والحاجات ديت
عندك وردتين صغننين كده، ورد بلدي، عندك اي حاجة خضرة بتديكي المكان كده بيبقى كله بهجة. حتى اذا حاجة نونو صغيرة كده، فحقيقي النفسية بتفرق، بيبقى عليها عامل كبير. طول ما نفسيتك مرتاحة، وطول ما انت مرتاحة في بيتك ومرتاحة برا مرتاحة جوا، هتلاقيكي بتبدعي بتسمعي حاجة بتحبيها برضو، بتوسع دماغك. عيالك داخلين مدارس، جهزي لهم يومهم هيبقى ازاي ان شاء الله. استعيني بالله في امورك كده، هتلاقي حاجات كتير بص اتيسرت معك. انا اقول لكم اكتر الناس اتأذت، هنقول مروه اعوذ بالله من كلمتين، بس والله مش حاطه حاجه في دماغي، عشان ربنا مدينا عيال معافين الحمد لله يا رب. ليه بتقولي كده؟ انا وجوزي جرايب، والمفروض الجرايب ديت بتبقى يعني اكتر الناس اكترهم بيبقى عيالهم مثلا فيهم حاجه او الكلام ده. اللهم اعفي يا رب واشفي، اللهم امين يا رب. فالحمد لله نبص لعيالك نقول اللهم لك الحمد يا رب ولك الشكر. اعرفي نعمة ربنا، بص للجلال عندك وانتي هتعرفي ان ربنا مديكي. ما تبصش للحاجة العالية، بص للجليل، الجليل ده اللي هيخليكي، وبص اللي اجل منك كمان، هتلاقي نفسك والله عايشة في جنة. الصحة بكنوز الدنيا كلها. الفلوس بتروح وبتيجي، وياما الناس بتمسك فلوس، وياما الناس بتجيب، وياما محدش بيبات من غير اكل، محدش بيبات من غير عشاء. اهم حاجه بس ان نفسيتك تكون مرتاحه، عشان ده اللي هينور بيتك وهينور حياتك وهينور طريقك ويخلي في قلبك رحمه. لكن حكايه الفلوس وده عندها وانا ما عنديش، قول الحمد لله والله العظيم. النهارده مفيش بكره باذن الله هيكون فيه، لان انت بتعملي حاجات هتقعد ليكي في ميزان حسناتك. وادوكوا شايفين ما اسرع الايام بتعدي بسرعه البرق. فيا بخت اللي يعمل حاجة كويسة في حياته، تستناه لعياله وتستناه له وتستنى لذكريته، الذكرى اللي بيسيبها بعد كده، تستنى لعياله السمعة الطيبة. فالواحد يقول لك الحمد يا رب في السراء ولك الحمد يا رب في الضراء. مهما الواحد اتأذى ومهما الناس بتيجي عليه، وأقرب الناس ليكي الناس يعني ما كنتش ان انت توقعي منهم، بس لعلها خير من عند ربنا. انا مقولها لنفسي كده، ربنا مش عايز يشيلني فوق طاقتي، فالحمد لله رب العالمين. خلصت بقى، دخلت على المطبخ. عايزه نقول لكم كده، بصوا من نظافه الريحه، بصوا الروائح الجميله دي. عارفين انتوا الشاور اللي هو الكيس بجنيه ده، اللي هو صابون الاستحمام، اللي هو الكيس بجنيه، تمام؟ خدت منه حبه، انا جايباه يعني بيدي بس روايح للمكان. عايزه نقول لكم كده، ريحه الفل والورد والحاجات الجميله دي. بصوا في الشقه كلها، كل ما بنيجي نساق الكرول بس بعديها بقى بنيجي معطره اللي هو الصابون الصغير ده، هو سايل كده. بصوا بيدي ريحه جميله وكمان بيدي انتعاش للمكان. وده كان روتين النهارده. لسه بقى هنطلع على الصاله كده برضه ناخدها نفس الكلام، عشان تبقى كده الشقه بتبرج من النظافه. وناخد لي بقى نخطف للدهريه كده ساعه ولا ساعتين نوم، ونقوم بقى اخر النهار نروح الكشك. يعني الحمد لله مظبطه يوم. فلكل اخت ما تشيليش فوق طاقتك، خليكي فرفوشه مع عيالك، خليكي دلعيهم كده وادوهم حنانك وهم صغيرين، عشان لما يكبروا ده امي كانت بتعمل معي كذا، ده بابا كان بيعمل معي كذا، ده امي كانت بتهزر مع بابا كذا، ده ماما كانت بتهزر معانا كذا، ده كانت ستي. اصنعي ذكريات زي ما احنا لينا ذكريات جميله مع اهالينا كده. فالحمد لله رب العالمين. مهما بتكون والله الواحد الحياه بيبقى ساعات كده متضايق، بس ربنا سبحانه وتعالى عند الخير كله. ربنا ما بتقول يا رب وترفع ايدك في السماء، ربنا سبحانه وتعالى بيكبر بخاطرك، وبتشوفي جبر خاطرك قدام عينيك. فلك الحمد يا رب ولك الشكر. نتمنى اخواتي كرتين النهارده يعجبكم، نتمنى يكون عجبكم. اديتكم كده كبسوله كده فيتامين ايه وفيتامين ايه ده عشان هو اقوى حاجه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. مستنيه لايكاتكم كومنتاتكم. اللي وصلت بقى معايا لحد هنا تقول لي ايه رايك كده في اللمعان ده والنظافه دي. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويجعل بيوت المسلمين عمر دايما يا رب، اللهم امين. وده كان روتين النهارده. مستنيه بقى الكومنتات الجميله بتاعتكم دي. كده خلصت الحمد لله. هروح بقى نقعد لي شويه على الكمبيوتر ونخش ننام. الكمبيوتر بقى بنيجي جاي ده على حاجه برضو مفيده، يعني عايزه نتعلم حاجه كويسه، تنميه بشريه، عايزه نتعلم كلمات حلوه نقولها لعيالي، كلمات حلوه نمدح بيها عيالي، نمدح بيها جوزي. يعني حاجات في الدين برضو حلوه كده. اللهم بارك يا رب قصص الانبياء. فده كده ايه رايكم في القعده بتاعتي دي؟ كوبايه شاي ومشغله المروحه، وايه رايكم بقى؟ قولوا لي في القعده دي. هنيجي بقى خلاص الحمد لله خلصت. هنخش بقى بعدها ننام لي شويه. يا رب روتين النهارده يعجبكم ان شاء الله. فيديوهات جديده نسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.